نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هذه الأمسية ريال مدريد يلعب هذه المباراة بينما البارسا يخوض في ملعبه بين جماهيره. لعبات كبيرة للغاية وصعبة على برشلونة. هذا الكلاسيكو وسطية. اللمسة البينية البداية لمودريتش. لوكا مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا. فرصة لريال مدريد في وقت مبكر. شوفها مرة أخرى داني كارفاخال، تمريرة بينية تضرب دفاع البارسا، يتأخر ولا ينجح في استغلال الفرصة. مودريتش ضيع هدف أول في الكلاسيكو عن برشلونة. ليفاندوفسكي أي تحدي في هذه الأمسية. يغيب هذه الأسماء الثلاثة وديمبلي وبيدري. جيدا انه الميريا قدم له خبره كورونا في الجوله الماضيه على مستوى ليغا وخدمه كبيره باسقاطه برشلونه، وان الفارق سيصل الى 10. بدل الجميع انها تقترب اكثر من 10 نقاط، لكن البارسا كانتين تقريبا في اسبوع واحد عندما على مستوى النتيجه او على مستوى اولد ترافورد ضد مان يونايتد على مستوى الدوري والنتائج. ضربتين موجعة. الكرة تصل فيردي، لمسة إلى تون عند أسبوع متواضع يا تشافي أوروبي مغادرة البطولة، ثم ضد الميريا محليا. بنزيما كامافينجا. السيناريو في هذه الأثناء ريال كروس بناء هجمة لمصلحة ريال مدريد. تحاول يمسك زيما، حاول الضغط على مناطق برشلونة. الخدمات التي تصل إلى فينيسيوس لا يستجاب أراوخو الذي يريد قطع كل الإمدادات. الكرة فينيسيوس تحت، حلوة من جانب كيسي، ولكن الكرة مدريدية، اللمسة مدريدية. كامافينجا روح الشباب والقتالية. العودة مدريدي لمودريتش. فينيسيوس على اليسار، حطها البنزيما، الكنترول، يا إلهي أجمل هدف لا يحتسب في التاريخ الكلاسيكو ربما. لقطة في منتهى الروعة. شوفها مرة أخرى، الكرة من فينيسيوس، ونعم تسلل على كريم بنزيما في هذه اللقطة، لكن كنترول جميل. كلاعب في الكلاسيكو الحكم احتسب التسلل، ولكن لا زال يراجع القرار مع مساعدين خوسيه لويس غونزاليز في غرفة الفيديو. من وضع فرانك كان متسللا أم لا؟ سننتظر وإياكم حكم المباراة. نعم يحتسب هدف لبرشلونة الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيمواري، وهدف أول لفريق تشافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنابيو في بطولته المفضلة، في مبارياته المفضلة، وأمام الريال في البرنابيو. اعتاد على التألق على مستوى الكاس. شوفوا مرة أخرى، لم يكن كيسيه متسللا في هذه اللقطة. اللمسة من توريس، والهدف لمصلحة البارسا. البلوغرانا يسجلون، يتقدمون.